في عالم الأموال هنالك خبايا كثيرة أنت لا تعلمها. هذه الخبايا والأسرار تجعل أصحاب الأموال والشركات الكبرى يتحكمون في مجالات أخرى غير الاقتصاد، وأغلبها مجالات كبيرة ومؤثرة في العالم. هنالك شركات تساهم في سياسة البلدان وعلاقاتها بالبلدان، وهنالك أصحاب الأموال الذين يشاركون في ألعاب كبيرة جدا ويتحكمون في البورصات وبالتالي قوة الدول. ومنهم من يساهم في دعم توجهات وأفكار معينة ويدعمونها بكل شيء ممكن. يمكن أن تكون هذه التوجهات خطيرة وممكن أن تكون نتائجها أخطر. ومن أكثر التوجهات المدعومة من أكبر الشركات هي المنظمة الإسرائيلية، بحيث أن اقتصاد إسرائيل يعتمد بشكل كبير على الدعم الذي يأخذونه من هذه الشركات. هذه الشركات تساعد بطرق مختلفة في بناء الاقتصاد الإسرائيلي، تساعد في بناء إسرائيل وتساعد في تطوير التكنولوجيا خاصة الحربية منها، كالقبة الحديدية مثلا، حيث يبلغ صغر سعر واحد منها إلى أكثر من 60,000 دولار. ويساعدون أيضا في توسيع وتطوير المستوطنات وبالتالي في زيادة الدخل الفردي للمستوطنين. ومن جهة ثانية في التضييق والتحكم في إخواننا الفلسطينيين. منتجات هذه الشركات موجودة في منزلي ومنزلك وفي منازل كثير من الناس الذين يظنون أنهم يدعمون القضية الفلسطينية، لكن بطريقة أو بأخرى نحن ندعم الظالم على المظلوم، لأنك عندما تشتري منتجا من منتجات هذه الشركات هكذا تكون قد ساهمت في دعم الظالم. بالتالي من واجبنا كلنا أن نقاطع هذه الشركات لأسباب إنسانية على الأقل. من هي هذه الشركات التي نتحدث عنها؟ هذا ما سنتكلم عنه بعد الانترو. أهلا بك عزيزي المشاهد، أنا إبراهيم هند في قناة المختصة في نشر كل ما هو هادف ومفيد في ميدان التجارة والتسويق الإلكتروني والاقتصاد والمال والأعمال. أريدك أن تشترك في القناة وتفعل الجرس سيصلك كل فيديو جديد. الشركات الداعمة كثيرة جدا، لهذا سنأخذ بعض الأمثلة من كل مجال. من الشركات التي اشتهرت بدعمها العالي لإسرائيل هي شركة ستاربكس. شركة ستاربكس والتي هي شركة أمريكية مختصة في صناعة القهوة، وعندها فروع في أكثر من 49 دولة حول العالم، وصاحبها هو هوارد شولتز، وهو من عائلة يهودية ومنظم لعدة جمعيات يهودية تدعم قيام دولة اسمها إسرائيل. فكيف تدعم ستاربكس الإسرائيلية؟ تدعمهم كدعم مادي بحت، يعني تعطيهم أموال صافية كاش يا إخوان، خاصة في الأوقات التي كان الكيان الصهيوني يمر فيها بأزمات. وأنا أعلم وأنت تعلم أين تذهب هذه الأموال. في مجال الإلكترونية تجد طبعا شركة HP، وهي شركة أمريكية تعتبر من أكبر شركات الحواسيب والبرامج المتصلة بها. هي كذلك من أكبر الداعمين لإسرائيل ولقيام المستوطنات ولزيادة الحصار على إخواننا في غزة، بحيث أن شركة HP من جهة تزودهم بأجهزة وبقواعد بيانات وتشجع المستوطنات وتعمل على تطويرها، ومن جهة ثانية وهي الأخطر أنها تزودهم بأنظمة حواسيب تساعد على الفصل العنصري الذي نراه الآن. ننتقل لمجال آخر، شركة كوكاكولا مثلا. متفاجئ؟ لست تتفاجئ لأن القاعدة واحد. أنت تعلم أن شركة كوكاكولا والتي هي شركة أمريكية لتصنيع المشروبات الغازية وتزوجت في أكثر من 200 دولة حول العالم، هي من أكبر الشركات الداعمة المعروفة بأنها تدعم إسرائيل والكيان الصهيوني، تدعم جوائز كثيرة عندهم وتدعم الفعاليات، كما أنها تقدم دعم مالي كل سنة، يعني دعم سنوي، يعني في كل كأس تشربه من هذا المشروب يعلم أنك ربما تعطى جوائز أو أنك تساهم في تعمير المنظمة. تريد بعض التحلية؟ خذ لك كتكات. أنت تعلم أن شركة كتكات والتي هي أيضا من المنتجات البريطانية المنتشرة في العالم والتي تخصص نسبة دائما مهمة من كل أرباحها للكيان الصهيوني لتطوير المستوطنات والتضييق على إخواننا في غزة. أساسا هي شركة تابعة لشركة نستلي. شركة نستلي منتشرة بشكل واسع لأنها عندها منتجات متنوعة. تريد الماء تجد عندهم الماء، تريد الحديد تجد عندهم الحديد، تريد الصناعة تجد عندهم الصناعة.
هذه الشركة يمكن هي من أكثر الشركات التي تدعم إسرائيل في ضوء النهار هادي جدا، لدرجة أن صاحبها حصل على جائزة توني بي، وهي أكبر جائزة تكريمية في إسرائيل. وانتشر أيضا أنهم اشتروا 51% من شركة إسرائيلية للأغذية ويوزعون منتجاتها داخل إسرائيل وخارجها أيضا، يعني عيني عينك. أيضا شركة لوريال والتي هي شركة منتجات تجميل فرنسية 31% من أسهمها تابعة لشركة نيستلي، وهي أيضا من الشركات الداعمة لإسرائيل، بمعنى أن الشركات الداعمة ليست من مجال واحد ولا من دولة واحدة. والشيء الذي يمكن أن تلاحظه أيضا أن هذه الدول هي دول كبيرة، وأن هذه الشركات هي من أكبر الشركات في مجالها. يعني تخيل كمية الدعم الهائل الذي يصل لإسرائيل، والذي يستخدم في تعمير المستوطنات ويستخدم للتضييق على إخواننا الفلسطينيين من أموالنا نحن المسلمين، من أشياء نشتريها بدون علمنا، والدراهم التي نحن نصرفها كلها تسافر وتقعد في جيب المحتل. الشركات الكبرى تكون كما يكون أصحابها وتدعم ما يدعمه أصحابها. يعني لا تتوقع من شركة صاحبها يهودي أن يتبرع أو يدعم الفلسطينيين، طبعا سيدعم التوجه الذي ينتمي إليه، لكن من الذي بيده الدرهم ومن الذي بيده القرار؟ أنت وأنا. بإمكاننا أن نتوقف ولا نشتري منتجات هذه الشركات، وأكيد هنالك دائما بدائل موجودة. ولو سيادتك تظن أن الشركات هذه فقط التي تدعمه، فأنت ستدعمني بلايك وبتعليق جميل حتى نكمل هذا الفيديو. الشركات كثيرة وسأعرض عليك أغلبها، لأنك عندما ستأخذ القرار ستعرف من الذي ستتعامل معه، وستعرف أين تتوجه نقودك. في المشروبات لديك بيبسي، فانتا، سبرايت، هذا غير كوكاكولا التي تحدثنا عنها أساسا. ستقول لي إذا ماذا أشرب؟ بكل بساطة سأقول لك اشرب الشاي، اشرب القهوة، معجونات الأسنان، عندك سيجنال، فلوسن، كريست، كولجيت. ستقول لي إذن وبماذا سوف أغسل أسناني؟ سأقول لك السواك سنة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. لديك في منتجات العناية بالبشر، وهذه أحذرك من أن تقترب منها: بانتين، سانسيلك، هيدن شولرز، مايبلين، لوكس، غارنير. وفي منتجات التنظيف عندنا فيري ولوريال وشركات كثيرة غيرهم الذين ساهموا في هذا الإنجاز، لكن هذه هي أكثر الشركات التي نحن نتعامل معها. عالم الشركات والأموال عالم عميق وصعب أن تفهمه بسهولة، لكن يبقى الزبون هو ملك المعادلة، ويبقى الدرهم الوحيد الذي تملكه يتحكم في مليارات وفي بورصات ويتحكم في شركات، وبه تستطيع إفلاسها مثل ما أربحت. وللتذكير، فمنذ سنوات مضت هنالك أناس أسسوا حملة مقاطعة واسعة لهذه الشركات، والذي ميز هذه الحملة وأنجح أنها كانت تحتوي على مختلف الجنسيات العربية والإسلام. هؤلاء الناس جمعهم دينهم وجمعتهم إنسانيتهم، ووحدوا كلمتهم وسببوا خسائر كبيرة جدا لكل الشركات من هذه الشركات، لدرجة أن بعض المديرين التنفيذيين لبعض الشركات الذين صرحوا أمام الصحافة إنهم لا يدعمون إسرائيل وأنكروا ذلك، لكن ذلك كله من أجل إنقاذ شركاتهم. لهذا اختار أن تدعم الجانب الذي تنتمي إليه، جانب الحق. وتذكر دائما أنك في كل مشروب تشربه فأنت تدعمهم وتشرب من دم إخوانك، وفي كل تحلية تتحلى هم يحتلون ويتحلون بقتل أطفالنا، وبكل لقمة أنت تأكلها من عندهم فأنت تأكل ضميرك وتقضي على إنسانيتك. هذا كل شيء عندي. هذه كانت حلقتنا عن أكبر الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، والتي نحن ندعم إسرائيل من خلال منتجاتها. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم الحلقة، ولا تنسوني بالاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.